بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. ما تيجي نرجع أمجادنا، أمجاد زمان، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي المصانع بتقابلها، مصانع الغزل والنسيج، خاصة مصانع التريكو والنسيج اللي مش لاقية خيوط واللي مش لاقية غزول، واللي المصانع بتقفل بسبب نقص الخامات أو ارتفاع الخامات بشكل ملحوظ فيه، يعني شكل مبالغ في أسعار الخيوط. احنا في شهر 2، شهر مارس، بداية زراعة القطن. القطن خلي بالك هو أمجاد مصر. مصر التربة بتاعتها القطن بيحبها، والأرض بتحب زراعة القطن. سيبك بقى من الكنتالوب والفراولة والحاجات دي، تعال نشوف أساسنا اللي يجيب دهب. القطن بيتزرع زي ما أجدادنا علمونا بكل بساطة خالص. سيبك بقى من الكيمياء والحاجات الصعبة دي. الفلاح المصري الأصيل بتاعنا، جدنا وجدكم، القطن بيتزرع في شهر مارس، في شهر 3. عندنا في الصعيد بيبتدي من 1 مارس لحد 15 مارس، ممكن تمده لحد 30 مارس، لكن في الأفضل لو انت في الصعيد تزرعه من 1 مارس ل 15 مارس. طب لو انت عندنا بقى في الدلتا، عندنا في بورسعيد، عندنا في الدقهلية، في الشرقية، في دمياط، في المنوفية، في طنطا، في الغربية، في كفر الزيات، في البحيرة، أهالينا ذو الجودة العالية، أهل الدلتا وتراب بورسعيد، تعال نزرعه. خلي بالك قوي اللي في بورسعيد، في جنوب بورسعيد الأرض هناك خصبة جدا، ولو اتزرع القطن حول القناة ونزرعه في سينا الجميلة، نقدر نجيب محصول عالي، نقدر نرجع أمجاد جيزة 45 بكل بساطة. نصلي على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى في وجه بحري هنزرعه في نص مارس، من 15 مارس إلى 30 مارس. طيب احنا عندنا فدان، عندك 2 فدان، عندك حتى لو نص فدان، في ظل الظروف الصعبة دي كلها احنا بنتنشأ على كيلو غزل قطن 100%. تعالوا نشوف، نبتدي نزرع ونشوف نعمل حملة لزراعة القطن المصري طويل التيل. سيبك من القصير، تعال نزرع، تعال نعمل خيوط نظيفة، تعال نعمل أمجادنا. التربة المصرية تربة طيبة وتطلع قطن زي جيزة 45 زمان. تعالوا نزرع. الأرض عندك فدان عايز تزرعه، يا وزارة الزراعة الفدان بيستهلك قد إيه؟ زي ما أجدادنا علمونا 24 كيلو. أنا عايز 24 كيلو بذور أزرعها عند الأرض هي، أبتدي أحرتها. الراجل بتاع الجرار الزراعي، يا عم علي تعالى لي بالجرار الزراعي، احرت لي الأرض. احرتها لي قد إيه؟ سكنتين. يعني إيه سكنتين؟ يعني بالطول وبالعرض. هزرع على طول؟ لأ، استنى اما الأرض تشمس، الشمس تضرب فيها، سيبها أسبوع تشمس وتقتل البكتيريا اللي فيها. ومع تقليب الجرار الزراعي بيخلي التربة اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يعمل عملية تقليب. تعالى بعد أسبوع اعمل لها، قبل ما تجيب الجرار بتاع القصابية بتاع الليزر اللي هيساوي الأرض، تعالى روح هات شكارتين كبريت زراعي، وهات شكارتين فوسفات وابدرهم في قلب الأرض. الكبريت بيدفي الأرض، الفوسفات عنصر أساسي للأرض. بعد كده اعمل تسوية، اعمل زي انت اكنك تبقى بلاطة، تبقى حاجة كويسة، مش عايز المية تقف فيه. كل بساطة اهو زي ما أجدادنا علمون، بدون كلكعة. من الآخر سويت الأرض، سيبها شوية يومين، ابتدي اعمل بقى ايه؟ تخطيط. عايز تعملها حاجة اسمها مسطبة، او اعملها
خطوط زي ما علمونا 11 خط في القصبتين. اعمل الخطوط. بعد كده بقى في طريقتين، يا اما تجيب الانفار تبذر ال 24 كيلو للفدان، او تعمل ريه تبتدي تزرع على الرطوبه، الارض تكون رطبه، وتزرع البذور بتاعه القطن على الخطوط. تجيب انفار، قالوا تعالوا احنا هنزرع قطن النهارده، معايا البذور، بس خلي بالك في حاجه كويسه قوي عايزك تعملها. ايه هي؟ عايزك تنقع البذور ديت لمده يومين. لو انت هتزرع على الناشف سيبها تنقع يومين، وتاخدها وتديها للناس اللي هيزرعوها، وعلى مسافة 10 سنتي تبتدي تزرع البذور، وتحط يا سيدي المية، وتسمي الله وتتوكل على الله. وبعديها بأسبوع هتبتدي النبات تلاقيه نبت. بعد 21 يوم هات السماد النيتروجين، هات اليوريا حطها في الأرض، أو هات النترات حطها في الأرض، واعمل ري اسمها رية المحاياة. يعني إيه محاياة؟ بتحيي بقى القطن، بتحيي البراعم بتاعة القطن. بعد كده يطلع القطن بتاعك، هات بردك يوريا وهات بوتاسيوم. البوتاسيوم عشان ما يحصلش هيجان خضري، لأن اليوريا بتخلي نمو خضري للقطن كبير. هات بوتاسيوم وحطها في الأرض. بس خلي بالك أوي، القطن زي الإنسان بيمرض، في فطريات زي المن أو الندوة العسلية اللي هي كانت بتيجي في السودان، حط في رش اسمه رش حماية. هو بيبقى عبارة عن مخلوط نحاسي، لأن النحاس بيمنع الفطريات. خلي بالك بقى، القطن حاجتين اتنين بيصيبوه، يا إما الفطريات وإحنا نحميه الأول، يا إما الحشرات زي الدودة. في رش للدودة، وطبعا الدودة القاردة في الرية الثالثة أو الرابعة بنحط سولار مع المية في التركيب، أو في الجرة اللي بتسقي بنحط سولار، بحيث اللي هي تموت اللي هي الدودة القاردة، لحد ما تروح أرضك كده وتشوف القطن بدأ يظهر. بدأ بعد كده بقى في الآخر خالص تصومه، وتجيب البنات يجمعوا قطن طيب، قطن جميل، في بذور هتعمل منها الزيت. عندنا أزمة زيت، ما تزرع قطن وهات زيت بذرة القطن، ونخلي فيه حملة اسمها حملة القومية لزراعة القطن المصري، وازرع، خد البذور دي طلع منها زيت. وبعد ما تعصرها البذر مش هيترمى، البذر ده انا هاخده اعمل له كسب للحيوانات، علف للحيوانات، يرخص اسعار حتى الحيوانات. واخد الشعر اللي بتوع النسيج اللي مش لاقيين خيوط، انسج اعمل له غزل نظيف يطلع خيوط نظيفة. يا عم اعمل خيوط من 30/1، 30 و40 و36/1، وصدر وانتج، ونرجع امجادنا وامجاد زمان. هعمل لكم فيديو بالتفصيل ان شاء الله عن زراعة القطن. دي كانت كده حاجة زي ما بيقول على السريع، بلاش اسمها تيكاوي، لا خلينا احنا مصريين عرب، احنا فلاحين مصريين، هي على السريع لزراعة القطن المصري. تحياتي مهندس محمد كمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.